ازاي تعرف ان التصميم بتاعك كويس فعلا؟ 3 خطوات تعرفك بسهوله، والخطوه الثالثه ما كنتش تعرفها. قبل ما نبدا اعمل سيف للفيديو عشان هترجع له بعدين. اول مرحله وهي التفكير المنطقي قبل الشكل. لازم تسال نفسك هل التصميم بتاعك محقق هدفه وموصل فكرته للجمهور المستهدف، وهل في فكره اصلا ولا مجرد شكل؟ لان التصميم رساله، واهم حاجه في الرساله هي محتواها مش شكل الجواب اللي هتتحط فيه. تاني حاجة وهي مبادئ التصميم. لازم يكون الكومبوزيشن بتاعك موزون والالوان متناسقة والخطوط اللي بتستخدمها مناسبة للاعلان وللتصميم بشكل عام. ما يكونش فيه عناصر كتير مشتتة للعين، ودي هتتعلمها مع الوقت والتغذية البصرية الكتير. تالت مرحلة واكتر حاجة هتفرق معاك وهي المقارنة. لازم لما تشتغل على التصميم وتخلصه تقارنه بتصميمات المنتج المنافس للمنتج اللي انت بتعلن عنه. بمعنى ان لو كواليتي تصميماتك اعلى من المنافس لمنتجك فكده يبقى فعلا تصميمك كويس. والخطوه دي بتخلي كواليتي شغلك تعلى باستمرار، لانك دايما بتكون عايز تعلي عن المنافس ليك، وكمان بتعرفك اخطائك. وفي الاخر القاعده الذهبيه، لو تصميمك شارح نفسه من غير ما تتكلم اعرف ان التصميم كويس فعلا. ولو عايز تتطور في الجرافيك ديزاين اعمل فولو. شكرا.